الاماكن اللي فيها الامن عاملها علينا محدش فينا عارف يتكلم. باين كده في الوش بالظبط تجاعيد، تجاعيد من هنا في العينين، كله مش قادر يتكلم. حتى ملامح الوش صور وتجاعيد، محدش قادر يتكلم. تعب كله ضيق، خنقه، محدش قادر يعمل حاجه. بس بنقول ان احنا كنا كمان جذورنا ان في ناس بتحاول في الجذور بتاعتنا احنا مش قادرين نتكلم عليها. بس دلوقتي الحمد لله خدنا حريتنا. العالم كان مدفون تحت الارض، بلدنا كانت مدفونه تحت الارض. دلوقتي الحمد لله بدانا نطلع ونشوف نفسنا، نشم نفسنا من احنا. البلد بتاعتنا دلوقتي مش بتاعت الاطراف، مش بتاعت حسني مبارك عوام. بتعملوا ايه هنا؟ احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا مجموعه كوليكشن كده من اكتر من كليه فنيه. اتجمعنا كلنا على اسم لقطه مصريه عشان خاطر نعمل حاجه او يكون لينا دور في التغيير في البلد فعلا بجد. فقررنا ان احنا ننزل ونبتدي من الشارع من وسط الناس، سواء بقى ان احنا نرسم على بيوت الناس او ننظف شوارعهم عشان خاطر نقدر نغير في الناس حاجات كتير. الفكره البدايه منها كانت من ان احنا نبدا ان احنا نرسم، وجمعنا هنا النهارده في التحرير بالذات عشان خاطر النهارده 25 اللي هو يوم عمره ما هيتمحي من تاريخ اي واحد فينا. اليوم اللي فعلا بجد قدرنا ناخد فيه نفسنا تاني، قدرنا فيه نبقى مصريين بجد، قدرنا نوصل لكل حاجه احنا كنا بنحلم بيها، قدرنا خلاص نطلق العنان زي ما بيقولوا. فعشان كده اليوم ده ما ينفعش ننساه. كان النهارده ده اول ذكرى ليوم 25 بعد 25، فقررنا ان احنا نتجمع هنا ويبقى اول تجمع لينا للقطه موجود هنا في ميدان التحرير، ويبقى بدايتنا كانت من هنا زي محوريتنا والتغيير اللي هيبقى فينا من هنا. طب انت شايف يعني مثلا في ناس بتعبر عن نفسها في الثوره في ميدان التحرير عن طريق الشعارات، عن طريق الكلام، انت شايف ان انت بتعبر عن طريق الرسم؟ يعني انت زي ما الانسان العادي بيثور بصوته وبنبرته، ان هو بيثور بشعاراته، الفنان يقدر يثور بلوحاته، عنده امكانيه ان هو يقدر يطلع كل اللي جواه على الورق. ربنا زي ما ادى لكل واحد موهبه يقدر يقول بيها اللي هو جواه، فبرضه الفنان ليه كلمه وليه احساس وليه تاثير، لان احنا كشعب مصري ثقافتنا بصريه، والتاثير الاكبر علينا بيكون من خلال النظر او من خلال الرؤيه. فده شيء مهم ان احنا نبتديها كده. استنى نصورها. انا شاركت طبعا المصريين هنا. نعمل جداريات ثانيه، عايزين نغير اصلا الشوارع. احنا عندنا جداريات ماليه الدنيا، يعني حيطان المدارس كل الناس بتكتب عليها مستر احمد مش عارف ايه اللغه العربيه. احنا عايزين نشيل الكلام ده مش منظر حضاري. احنا المفروض ان احنا بعد كده نبقى كويسين، حاضر على اللي احنا فيه. دلوقتي احنا عايزين يعني ان شاء الله احنا بنحاول على ده نعمل كده فعلا. يعني انتوا عاوزين تنزلوا مدارس وترسموا على الجداريات وحاجات ثانيه؟ مش مدارس بس، اي حاجه على كده، اي حيطه ملهاش معنى لازم نخليها معنى. مش كل حاجه كده، لازم يبقى لنا هدف، مش كل السلبيات. احنا شايفين حاجه لازم نغيرها. واحد حضر النهارده حوالي 45 بني ادم كانوا موجودين، وفي ناس تانية كتير للعلم، ناس كانت موجوده في الميدان اصلا في كليات وما كانوش تعرف ان احنا موجودين او شغالين. فعلا اول ما لقونا كده جم معانا وانضموا معانا وبقوا موجودين وشاركونا. وللعلم عشان ما انساش، كنا بدأنا الموضوع ده يوم الخميس قبل تنحي الرئيس، بس ما كانش باسم لقطه مصريه، كان باسم لقطه خير. في دي كان اسمه يلا نحارب بالفرشه، كانت عاملاه بنت اسمها عزيزه. وكنا كلنا موجودين هنا قبل يوم التنحي ورسمنا جداريه احنا كلنا كنا مبسوطين ان احنا رسمناها وموجوده على الايفنت، واتمنى ان الناس كلها تبقى موجوده معانا وتشاركنا في اللي جاي عشان نقدر نوصل لمصر احسن. انتوا ناويين تعملوا جداريات، يعني ناويين تعملوا ايه اللي في مخكم ان انتوا تعملوه؟ اللي في مخنا اكتر من حاجه. يعني انا في حد سمعت فكره، مجموعه من الشباب شفتها من بعد ما عملنا الايفنت، فكره جاليري مصر، ان هو يعمل بينتنج او يرسم على البيوت والمنازل القديمه. بس انا شايف ان هي صعبه شويه ان هي تتحقق، لان هي محتاجه وقت قوي جدا ومحتاجه تكلفه قويه جدا. انما فكرنا في حاجه اجمل،
ان احنا نتعامل من منطق نعمل شتات اتوال تترسم على الارض وتتعلق على البيوت، حتى بحس ان هي لو مع مرور الوقت اتأذت او اتضرت، لان احنا عارفين عندنا في مصر عوادم السيارات ما شاء الله بتدمر اي حاجه بسرعه، فنقدر نغيرها ونقدر نعمل غيرها. جروب لا تصفيه ومفروض جروب لرسم، يعني انت بتقول ان انت ما بتعرفش ترسم، شاركت ازاي؟ هو الاول فعلا كان علشان الرسم بس، فبعدين انا قدمت اقتراح علشان في ناس كتير ما بتعرفش ترسم وانا منهم، فبعد كده جت افكار تانية زي اللي بيعرف يصور، دي هواية عندي، بيعرف يصور او بيرسم بقى في ناس. الصور دي انت صورتها؟ لا. هي يعني انتوا عاملين ايه؟ امال الصور جت منين طيب؟ الصور حد معانا في الجروب شارك بيها، لان احنا لسه في ناس لاول مره تنزل. يعني انتوا عاملين قسم في الجروب للصور بحيث الناس تشارك وانتوا بتطبعوا الصور دي؟ بالظبط. وبس مش متوقف على الرسم او الصور، لا احنا قلنا يعني اللي عايز يجي يشارك باي حاجه ممكن يجي عادي، يعني وجود اي شخص ده كافي، وما يقلش عن وجود اي حد سواء كان بيرسم او بيصور.